يقولون ان الليل طال، ولكن نقول ان الصبح باق خلف الغيوم. مع احد رموز الثورة المصرية، وليس رمزا اخوانيا ولكن واحد من شعب اسكندرية، مع المهندس عبد الجليل حماد عبد الجليل، وقصيدة شعرية يهديها للرئيس المخلوع حسني مبارك بعنوان تحيرت فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيرت، اقول دهاء ام اقول غباء؟ وكيف تكتب في صحيفة الاوفياء والذين طاروا وحلقوا في السماء؟ تحيرت فيك وتحيرت فيك الاذكياء، انك لفي قمة ومنتهى البغاء. الم تعلم انك سوف تعرض على رب السماء، وسوف تسأل على ما فعلت في قومك من بلاء؟ لبست ثوب الملك ولم تكن من النبلاء، حملت قومك اقصى حدود العناء، وظللت تخلص وتوحي انك اهلا للوفاء. يا لك من عبقري شرير متفاني بالدهاء، لكنك دخلت طريق الخونة وعالم الاغبياء الذين دمروا الاخضر واليابس وجميع الاشياء، والبست قومك رداء الفقر والجوع والمرض ولم ينعموا بالشفاء، وجعلت فحوشك لدفع القمع وسلب الابرياء، وجعلت ثروات بلادك تنهبها الاعداء، وافحت المنكرات وعالم يحيا بلا حياء. 30 عاما جرعت بلادك شتى انواع العذاب. اردت اسرة انتم او قطيع من الذئاب، لم تصلوا حتى الى ادنى انواع الكلاب، لم تصلوا حتى الى ادنى انواع الكلاب. انك لرجل ليس الا تافه افاق كذاب. اقول دهاء ام اقول غباء؟ وكيف تكتب في صحيفة الاوفياء والذين طاروا وحلقوا في السماء؟ يا رحمن النصر المحاكمة للعصابات اللي كانت حاكمة، المحاكمة للعصابة اللي خلت مصر غابة. يا محكمة الجنايات لا تأجيل ولا ثغرات، يا محكمة الجنايات لا تأجيل ولا ثغرات. يحيى الجبل برا مصر بلدنا تفضل حرة. نعم، ستظل مصر حرة أبية رغم المتآمرين، رغم المتربصين، لكنها ستظل حرة أبية. بمثل هؤلاء الشرفاء الذين يقفون ينظمون المرور، وهم يوما ما كانوا فزاعة للناس، لكنه حين توحد الناس فصارت الشرطة من الشعب وصار الشعب من الشرطة. رسالة شكر ثانية الى اخواننا ضباط الشرطة الذين ينظمون المرور بميدان الساعة، ورسالة شكر اخرى لكل من يشاركنا هذه الوقفات، ورسالة وحدة لكل من يخالفنا. معاشر الاحباب، رسالة الاخوان المسلمين هي ان نضرب بسيف الوحدة على كل اختلاف، والا نشكك في احد، والا يخون بعضنا الاخر. مع احد رموز الاخوان المسلمين في الاسكندرية، مع الاستاذ المربي الفاضل الاستاذ فؤاد علواني، فليتفضل مشكورا. وحدة وطنية، وحدة وطنية ضد البطولية،
والشعب ايد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب، هنيئا لكم، هنيئا من القلب إلى كل من اقتطع من وقته جزءا واقتطع وبذل في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن من أجل إعلاء رايته ورفعة شأنه. هنيئا لكم تلك الإنجازات التي تتوالى إنجازا بعد إنجاز. صحيح أنه ربما كان بعضها بطيئا، ربما كان بعضها في ملابسات أو ظروف أو ما إلى ذلك، لكن هل كان أحد منا يحلم في يوم من الأيام أن نرى ما رأينا أو أن نسمع ما سمعنا؟ أي واحد فينا بلغ المدى في الأمل والأحلام هل كان يتوقع أن يحدث الذي يحدث الآن؟ هذا الأمر لا نملك إلا أن نتوجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى بالحمد والشكر الجزيل، لأنه صاحب الفضل الأول، صاحب المنة سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، هو الذي سير الأمر كما رأينا وكما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما وصلنا إليه حتى هذه اللحظة. نحن أمام نقطتين. أما النقطة الأولى فشعبنا التجمع على مطالب معروفة وتقريبا كلنا توحدنا عليها. أما النقطة الثانية فلماذا يخرج منا قوم يريدون أن ينقلبوا على ما أنزلناه؟ هذا الشعب خرج ليقول كلمته وليرسم طريقته ووافق بنسبة 77% على نعم لهذه التعديلات الدستورية التي تضع النظام فوق الحروف. وضع النظام فوق الحروف واستطعنا جميعا أن نقرأ الجملة بوضوح. لماذا يريد قوم الآن أن يحرفوا هذه الكلمات وأن يزيلوا النظام من فوق الحروف ليعود مرة أخرى إلى شأن اللخبطة؟ الجملة كده ممكن ما تتقراش تاني. الجملة كده لو بدأنا نشوف المنظرة ما حدش هيعرف يقراها. هنرجع من أول وجديد لمجموعة من الضربات الغريبة العجيبة. أنا شخصيا مندهش جدا، مندهش جدا لكل من كان يدعو إلى الديمقراطية وحرية الرأي وإلى سلطات الانتخابات وإلى أن يخرج الشعب يقول كلمته ثم سنحترم كلمة الشعب. أنا مندهش لكل الذين خرجوا علينا هذه الأيام ليقولوا لا من أول جديد تاني، يعني هو عاوز يبدأ من أول الصف. يقول لك احنا عاوزين مجلس رئاسي والمجلس العسكري ده بلاش دلوقتي، مجلس رئاسي. أنا مش عارف يعني مش عارف أفهم المجلس الرئاسي ده لو اتعمل دلوقتي هيفرق ايه قوي عن المجلس العسكري وممكن يعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي وكيف سنختار مين هم دول وهنختار بالمكان. اقول لكم من اول وجديد الدوامه بقى من اول وجديد. مين دول المجلس الرئاسي؟ يا ترى هم 3 يا ترى هم 5 يا ترى هم 7؟ طب مين اللي يحسب الموضوع ده؟ طب هم مين ال3 دول؟ مين ال5 دول؟ مين ال7 دول؟ ومين اللي هيحسب الموضوع؟ يا جماعه احنا مش عارفين الدستور اللي 77% من الشعب وافق عليه
دستور مبكر، نعمل دستور مبكر. طيب امال الاستئذان اللي احنا خرجنا عليه ووافقنا عليه ده، والشعب قال ان الاستئذان الدستور هيتعمل بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى مباشرة. سيقوم مجلس الشعب والشورى بتشكيل لجنة تأسيسية، جمعية تأسيسية، جمعية تأسيسية تتوافق عليها كل التيارات اللي في البلد، وبحيث تكون ممثل فيها كل التيارات اللي في البلد، سواء من داخل مجلس الشعب او خارج مجلس الشعب. يقول لك لا، اصل واضح كده في الفترة القادمة ان الاسلاميين هم اللي هيجوا، الاسلاميين شكلهم كده هم اللي هيجوا، وبناء عليه ما دام الاسلاميين هم اللي هيجوا في مجلس البرلمان لمجلسي الشعب والشورى، يبقى هم اللي هيعملوا اللجنة التأسيسية على مزاجهم، وبالتالي اللجنة التأسيسية اللي هتيجي على مزاجهم هتعمل دستور على مزاجهم وتحقق مصالحهم وتبقى على هواهم وتثبت لهم أركان الدولة وإلى آخره. طيب احنا ما صدقنا ان النظام اللي فات ده خلصنا منه، اللي كان في كل برنامج، في كل مسلسل، في كل بيت سينمائي، حتى في رمضان اللي فات حضراتكم فاكرين عملوا مسلسل سموه مسلسل ايه؟ الجماعة. وما أدركنا مسلسل الجماعة مش هنتكلم فيه، لكن النظام اللي فات كان لا يدع فرصة إلا ويشوه كل ما هو إسلامي. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أما شرعنا من هذا الأسلوب، من هذا النمط، من هذه الطريقة، تاني هنرجع من أول الصف ونرفع الإسلاميين مش عارف إيه، والإسلاميين مش عارف إيه، والإخوان المسلمين كذا، والسلفيين أطهر وكذا، والسلفيين أكبر أضرعة، والإخوان من السوريين مش عارف إيه، والإخوان خرجوا عن الموضوع الوطني. وامبارح واحد طالع في البداية يقول الخذلان المبين، الإخوان المسلمين والخذلان المبين، عشان الإخوان المسلمين النهارده قالوا والله احنا آسفين، موضوع التحليل ده مش هينفع لأن احنا مش موافقين يا جماعة، والكلام ده وعد والصراحة يا أخي خلاص. هو لا لازم عشان تخرج يعني انت النهارده عندي واحدة الناس اللي في المليون دول لو ما عرفوش النهارده عن وخذلان مبين، هو رأيه هو حر متفق معاك في شوية حاجات ومختلف في شوية حاجات، يقول أنا آسف والله النهارده أنا مش متفق معاك على فكرة إنك أنت فاهم نركز وإن إحنا نلتف حول المطالب بتاعتنا وحول الاستفتاء وحول ما أمر الشعب بالاستفتاء. إحنا مش متفق بصراحة. إيه المشكلة في كده؟ إيه الحكمة في كده؟ أنا بقول لك والله أنت مش واقف معاك عليها، وبالتالي إذا كنت هتنزل وتقول إن إحنا عاوزين نعمل دستور جديد وعاوزين نعمل مجلس رئاسي وعاوزين نشيل مجلس عسكري وعاوزين انتخابات مبكرة وعاوزين أو أقصر تأخير الانتخابات، عاوز أخير الانتخابات، عاوز أخير لغاية ما كل الناس التيارات بقى تنتشر في الشارع إلى آخره. احنا معانا قوة سياسية بقى 20 30 40 سنة موجودة في الشارع يعني كده. لكن هو يعني احنا نعمل ايه؟ هو هذا الشعب هم بيقولوا كده ده شعب مؤمن وهذا شعب بطبيعته بفطرته سواء كان مسلمين او مسيحيين بيميلوا للتدين. الناس كلها بتقول كده، كله بيقول كده. طيب اذا كنتوا بتقولوا ان هذا الشعب يميل لفطرته الى التدين، يعني الشعب ده مفتاحه هو الايمان والاسلام وعلاقته بربنا. بزعلان الحكايه دي بتزعلكم ايه؟ دي بتزعلكم ايه؟ ايه المشكله كده؟ شعب متدين عنده ميل للتدين، مفتاحه هو الايمان. ايه المشكله كده؟ وايمان سواء مسلمين او مسيحيين. ايه المشكله كده؟ ايه اللي بيزعلنا بقى في الحكايه دي؟ يقول لك لا ده الاسلاميين يا جماعه بلاش هذا الاسلوب في التفكير. يا جماعه تعالوا نتوافق
التلفزيون قناه كذا يتكلمون، تفتح تعود نفس الموضوع، الثالثه نفس الحكايه، الرابعه كان اكتر من كده، انك ممكن تفتح القناه دي تلاقي الضيف الفلاني، بعد شويه تفتح اللي بعدها تلاقي الضيف الفلاني خلص هنا وراح الثانيه، الثالثه تخلص هنا واحد من الليله الاولى يتكلم في نفس القصه. نقول ايها الاحباب، نقول نتوافق، والوقت ليس وقت اتهامات ولا وقت تخوين ولا وقت نزاعات، لكنه وقت اليد الواحده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وبلادنا من بعد هم فرجا ومن بعد ضيق مخرجا ومن بعد عسر يسرا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد